ازيكم يا جماعه؟ وحلقه دوريات الكوكب بعد مطالبات جماهيريه نرجع الحلقه. رجعناها في الاسبوع ما فيش فينا دوري الماني، مش دعوه يا ولا عم، دوري ايطالي. يعني تعالى نبدا. مفيش لا كاس ايطاليا على ابو ظبي وكاس المانيا، مفيش ده ماتشات وديه كده وبتاع. انا مالي انا. تعالى نبدا بقى ماتش برشلونه وايبار. اوكي، انت برضو ولا بيتس ومدريد؟ لا برشلونه ايبار عشان برشلونه متصدر. ماشي. احنا بقى ايه، نبقى حياديين. أيوه. دلوقتي الناس، انت دلوقتي شايف برضو ان فالفيردي لحد دلوقتي لسه مش حاطط او ملوش بصمه مع الفريق، ولسه مش يعني لسه هي المشاكل موجوده او لسه مفيش حلول، ولا انت شايف ان الماتش ده يعني في امل؟ بص يا معلم، هي اصل هو الماتش ده مش مختلف عن الماتشات اللي فاتت، بالعكس ده ممكن ماتش اسوأ. يعني ماتش بعد الجول الثاني الماتش مل جدا، لانه الراجل ده بيلعب على انا عندي بلعب فروقات فنيه. انا عندي ميسي في الفريق، عندي ميسي وسواريز وكوتينيو الناس دي هتكسبني بالفروقات الفنيه دي. لكن تشوف جمل في الملعب، تشوف ناس في مبين يعني ده لوتشو جون اسمه ايه، لوتشو اسمه ايه ده كان عنه، ده تاتا مارتينو كان عنه. الراجل ده دفاعي 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 دفاعي، انا بكسب وشكرا خلاص. لا وليه حتى على فكره برضه هو دفاعيا برضه، لا برشلونه فيها لا بس لونجلي ده واقف على رجله حلو يعني، والكره في رجله حلوه. بس بتتكلم انه حته كوتينيو يلعب شمال وميسي يمين، بس مش يمين يخش بيلعب براحته الناحيه اليمين دي. ماشي لما يكون ديمبلي بيلعب يمين اوكي بيشتغل حلو. لكن من غير ديمبلي وسيرجيو روبرتو لعلمك هو كباك اصلا احسن من خط من نص الملعب، بيلعب في نص الملعب فماشي سدد لك دفاعيا تمام وبيزيد ماشي حلو. لكن الماتشات الكبيره لو انت عايز برشلونه باك يمين يشيل جبهه لوحده زي داني الفيس كده، لحد دلوقتي برشلونه ما عندهاش اللعيب ده، ومحتاجه اللعيب ده عشان تلعب باللي هي الطريقه اللي عايز يلعب بيها، اللي انت عايز تخدم على ميسي في الاخر. مفيش الكلام ده. الراجل بيلعب كده وبتاع بس الجون الاول بصراحه، انا الجون الاول عجبني جدا يا عم. ده لعيبه عرضيه لكوتينيو والله العظيم، ده دخل كده يا عم. لا وفينش برضه بتاع سواريز يعني لا حلو والله العظيم، لعيبه عرضيه لكوتينيو. هو عشان كوتينيو جري عليها وكان داخل معاه الجون يبقى عاملها والله العظيم يا ابني. هو بص في الاعدام ورا الجون تلاقيه بص على كوتينيو. بس انا شفت بصراحه تكنيك رجله، هو بيلعبها ار2 في البعيد. ماشي انا شايفها كده. هو فاق اصلا، هو سواريز كل موسم ينيل الدنيا ويفوق في الحته دي، عشان عارف ان الحته دي الناس بتتفرج، الصحفيين والنقاد واللي مش عارف اختارت احسن لاعب الحاجات دي بيبص على الماتشات دي. طيب هو مفيش تركيبه يبقى ديمبلي وكوتينيو موجودين في الملعب وميسي وسواريز؟ يعني هو مش ممكن يلعب 4 2 3 1؟ ما فيش حد في وسط الملعب يشيل الاثنين في وسط 4 2 3 1. لازم يكون عندك اثنين في وسط الملعب ناس بتجري. مين اللي بيجري في خط وسط برشلونه؟ فيدال، بس ده فيدال بتاع زمان، ده مش فيدال بتاع زمان. راكي ايه وراكيتيتش ما تقولش راكي دي. راكيتيتش ده بيجري لا ما بيجريش. بوسكيتس ده بيجري؟ رد عليا. لا ما بيجريش. لا كلمني زي ما بكلمك. ارثر ده بيجري؟ لا. مين بيجري؟ طب حلو، انا لما احط الثلاثه غير سيرجيو روبرتو اللي هو لما بيتحط في وسط الملعب ايه ده حوالين، مش فاهم تمام. يعني هو لو لعب بالثلاثه هيجروا، ما هو الثلاثه ما بيجروش. ايوه بس انت في 4 2 3 1 محتاج الاثنين دول يكونوا بقطاع كور وناس بتشيل بتخدم على الثلاثه على الاربعه اللي قدام. تمام. بوسكيتس دلوقتي لعيب ياخد الكره يستلم كده ويلعب بس، وبيلف اصلا بطيء قوي بالمستوى يا جماعه نزل، والناس بس عشان بوسكيتس وبتاع. هو لعيب باسير دلوقتي، لعيب باسير بس يخرج كره ضغط وخلاص شكرا على كده. يعني هم محتاجين حد في حته رقم 6، محتاجين باك يمين ومحتاجين وينج يمين ومحتاجين. هو ليه راح جاب ويليان؟ هو عشان حلاوه ويليان، عشان وينج يمين بيدافع بيعملوا الورك ريت والشغل الدفاعي. لما بيلعب 4-4-2 لو حب، ويلعبوا 4-3-3 ويفتح له جبهه لوحده يمين. هو عشان كده عايز يجيب ويليان، عشان كده عايز اي لعيب وينج يمين يعني، بس عشان ويليان. لكن هو راح جاب مالكم ليه؟ عشان جاب مالكم ده اللعيب المهاري نيمار الجاي؟ لا عشان وينج يمين. بس هو برضه ما بيدافعش مالكم. ما هو بيدافعش. هو في حد في الفرقه دي بيدافع؟ ما هو برشلونه نقطه قوتها في السنين اللي فاتت ايه؟ مع في عزها مع جوارديولا، وبعد كده احنا بندافع لما احنا معانا الكوره، فاحنا معانا الكوره اللي قدامنا دلوقتي. برشلونه مع فالفيردي ما بتمسكش كوره كتير، بس هم عندهم ميزه تير شتيجن موجود، فحتى هو يعني بص عندهم ميزه ان ميسي موجود. لا ما ده انا بتكلم في الحته الدفاعيه، ما ميسي كده موجود. انا بتكلم في حته الدفاع، ان انت حتى لو عندك مشاكل دفاعيه فتير شتيجن لو فايق بيعالج العيوب دي. طيب هو دلوقتي الماتش ده انا شفت ان الجبهه اليمين اشتغلت كويس، سيرجيو روبرتو كان بيتقدم كتير. الناحيه الثانيه برضو يمكن قلبه كالعاده طبعا هو واخد الجبهه دي لحسابه. كوتينيو كان منسجم اكتر مع الفريق، وشفناه وكان بقى له فتره بيقعده وما بيلعبش. بس هو زي ما بقول لك، هو من ساعه ما جبت حاسس بغربه كده في الفريق، مع ان في لعيبه برازيليين موجودين في الفريق يعني، بس هو فعلا حاسس بغربه. يا عم كوتينيو ده لعيب يخش على ال 18 ايه ده؟ اعمل ايه بقى يعني؟ لعيب يعني عشان برشلونه، فهو بالنسبه له ان انا التفكير المنطقي على طول الف ب اشوط. يا حبيبي لا، او باصي بالعافيه تحليل. لا انت كلاعب. امال فين الحته بتاعته اللي هو ايه مع ليفربول؟ لمسه باصه يعمل حاجه يا عم. لا في ليفربول ده كان هو اللي ده هو ده اللي شايلهم، والمهاري واللعيب المهاري اللي في راح برشلونه لقى سواريز وميسي ومش عارف ايه والناس. يعني انت عايز تقول ان هو يعني دخل تحت ظل ميسي؟ لا مش كده، هو باين ان هو محتاج يطور من نفسه عشان
الليفل بتاع برشلونه اللي نجوم تاني فرق لعب باين فرق لعب يعني في كوره كذا كوره 1 و2 ترجع له تاني ما يبقاش متوقع ان ميسي هيرجع له تاني اصحى بقى معانا يعني هو بيلعب فعلا مع ليفل يعني ناس يعني في ليفل وحش. هو فعلا ميسي وسواريز بيعملوا حاجات البساط حتى اللي بتتلعب يعني. شفت حتى ميسي كده ايه يا عم ده بيشوف العيال من قفاه. لا بصراحه يعني ميسي لا سيد اللاعبين. لا حط الجون اللي يقول لك ال 400 في 435 ماتش وما في تاريخ الليجا اكتر واحد في تاريخ الليجا. بص انا بعد كل ماتش برشلونه بقعد استنى اشوف ميسي يعني كسر رقم مين او كسر رقم لنفسه ايه. لا دي حقيقه فعلا بجد يعني. هيعتزل امتى ميسي ده؟ لا يا عم مش هيعتزل يا عم. هيعتزل ليه؟ قدامه قد ايه يعني؟ 3 سنين مثلا. ده جمهور برشلونه يزعل منك يا عم. ليه يا عم؟ يا عم ده نفسهم يمضوا نفسهم يمضي مدى الحياه ده. لا انا بصراحه ميسي ده في فرقتي يا نهار اسود. ده الناس بتروح برشلونه تحضر الماتشات في الاستاد تتفرج على ميسي. السياح بالنسبه لهم من مزارات اسبانيا ان انا اروح برشلونه عشان اتفرج على ميسي. يعني شفت ميسي لايف يا رب نولها لنا يا رب. بيتيس وريال مدريد. أيوه. طيب الراجل طبعا داخل الماتش وريال مدريد هو فرع الاهلي في اسبانيا. كميه اصابات من اول الموسم غير طبيعيه. كل ماتش اصابه غريبه قوي. كل ماتش اصابه اتنين ما عندنا منه. ده الكلمه اللي انت كل شويه بنقولها وما نقولهاش دي يعني كل ماتش عندهم اصابه. يعني انت بص عندك داخل الماتش كورتوا اسينسيو بيل فاسكيز طبعا ماريانو وكروس طبعا ماريانو من اول الموسم مصاب. مارسيلو لسه راجع. فالراجل يعني كل ماتش عنده اصابات. هو بدأ 3-5-2 وانا بصراحه انا بصراحه اتبسطت جدا لما اتفرجت على الماتش لان انا اول مره اشوف الريال من سنتين دفاعين واقف على رجله وقدام فريق بيلعب كره هجوميه حلوه. يعني بيتيس السنه دي مع كيكي سيتين بيلعبوا كره هجوميه حلوه. فانت بدا بثلاثه ورا ناتشو وراموس وفاران وقدامهم نص الملعب كان بيلعب كاسميرو وكان بيلعب على يمينه ومودريتش وعلى شماله فالفيردي والناحيتين كارفاخال ورجليون. ايه رايك في فالفيردي؟ بص انا متضايق من الكوره ضايعه دي قوي يا عم سيبك من الكوره ضايعه. ما هي ماشي هو ماشي بس ايه رايك في لعيب؟ انا شايفه لعيب حلو. لا لعيب كويس. هيجي منه يعني. لا لعيب هيجي منه. وعلى فكره يعني انا بحس ان حتى كمان سيبايوس واللعيبه دي لا هو مركز شباب اسبانيا. والراجل اشترى دياز وبتاعه ومنزل مكان بنزيما الشوط الثاني منزل لعيب شاب ايه جونزالو ولا اسمه كاستيخو حاجه كده مش عارف اسمه ايه. مش هو اسمه غريب جدا. كريستو تقريبا. كريستو جونزاليس حاجه زي كده. فهو يعني بتاع سمك كريستو. لا فيعني هو يعني سولاري هو ايه جاي عايز يعمل نسخه جديده او شكل جديد للريال. لعيبه شباب. والمشكله يعني الناس مش هتستحمل الكلام ده في الريال لان الريال بينافس. يا عم ده فاكر نفسه مدرب يا عم. والله ما مدرب سولاري ده. والله ما مدرب سولاري ده يا عم. ده يعني الراجل ده مقعد اسكو بره وتحس ان الخطه دي هو عاملها عشان اسكو ما يلعبش. والله العظيم. يعني عاملها عشان العب في باسكو فين بقى كده. ولما جم بنزيما اتصاب وجاي ينزل كاستو ده ولا اسمه قلنا ايه يا عم كريستو بتاع السمك ده كريستو. وبعدين نزل دياز وما نزلش اسكو. فانت بتتكلم انت ازاي فوش هيمشي في خلص عقدك يابا ويمشي السولاري ده. هم قعدوا لسه بقاله 3 سنين قدام يا عم. ده كلام عشان يسكتوا الناس. صباح الفل سولاري. هو مش ممكن يطلعوا اسكو اعاره طبعا عشان خاطر الدنيا تهدى شويه. يا عم اسكو ده لعيب اسباني ومدريد دلوقتي بتلم اللعيبه الاسبان من السوق بيعطشوا السوق خلاص. هم عايزين بيزا فكره انا اللعيبه الاسبان وابقى زي برشلونه 2009. طيب نعمل بيتيس انا شايف ان يعني هم عملوا ماتش كويس بس هم اتصدموا بالطريقه الدفاعيه اللي لعب بيها الريال. يعني الريال اتصدموا لان الريال الشوط الاول انا فعلا ما شفتش بيتيس راحوا على الجون خالص. بس الشوط الثاني بقى لا الشوط الثاني ما خلاص بقى. الشوط الثاني مدريد بتدافع ب 5-4-1 وهم متعادلين. ما بالظبط ما خلاص ما فيش حلول. انت هتجيب حلول منين؟ ما هو عشان لما هو بنزيما كان بيساعدك في المرتده الشوط الاولاني حلو جدا جنب فينيسيوس. لما اتصاب وخرج ما فيش بس فينيسيوس ده حلو. لا بصراحه لعيب كويس يعني. هو عامه دريبلر وبيروح هو طبعا مشكلته في الفينش لسه دي طبعا محتاجه وقت شويه. انما هو لا هو في اخر كام ماتش هو شايل الريال. يعتبر هو اللي شايل الريال. يعني هو اللي بينقل الهجمه على طول من نص الملعب. لا وبياخد الواد جريء يعني ياخد الكوره بيروح. انا احب قوي اللعيبه اللي هي تاخد الكوره وتروح دي قوي يعني. ريجيليون كان بيكمل كتير جدا جوه منطقه الجزاء وكارفخال برضه نفس الكلام. طبعا انت في 3-5-2 او 3-4-3 لازم اللعيبه دي بتزيد. فالفيردي الكوره ضاع الشوط الاول دي انا بصراحه كنت مصدوم. انت رايح انفراد واخد المدافع في ظهرك ورحت يمين شوطها في البعيد. لا ده بيوقف الكره بكعبه مش بيباصيها بكعبه. موقف الكره بكعبه في حاجه غريبه جدا. الشوط الاول كان ممكن يخلص فعلا 3-4 للريال. فرص كتير جدا. الشوط الثاني بيتيس بداوا يمسكوا كوره. طبعا جواداردو ده لعيب هايل جدا جدا يعني. سنابريا كان مختفي يمكن هو وكاناليس هم كانوا نجوم الماتش ولوسيلسو برضه نفس الكلام. برنس يا عم. الشوط الثاني فعلا بيتيس مسكت كوره وبداوا بقى ان هم ايه
احنا هنخترق من القلب، اللي هو انت عارف خلاص طبعا الاطراف مقفوله، هنخترق من القلب. وفعلا الكره الوحيده يعني الراموس وناتشو وفاران سرحوا فيها، راح فيها كاناليس وحط الجون. طبعا سيبايوس لحقهم في اخر الماتش وحط فاول. سيبايوس جاب جون اللي كان بيلعب في بيتيس، جاب جون فيهم، وكاناليس العكس. فلا بس الراجل الواد ما احتفلش مع انه جول في اخر دقيقه وكسبه وعمل كده. لا فهي يعني حاجه كويسه منه. انا بشوف ان الفوز بصراحه مهم جدا، انك بتلعب مع فريق زي بيتيس، فريق محترم. كيكي ستين السنه دي عامل معاهم، هم طبعا خسرين اخر ماتش من ويسكا طبعا. كانت ممكن في الصيف يا برشلونه يا مدريد حد فيهم ياخده. انت فاكر طريقه، شايف طريقه لعبه مين احسن من اي يعني يروح اي نادي؟ لا انا شايف ان هو انسب لبرشلونه. اوكي يعني انا اشوف ان هو انسب لبرشلونه. زي ما بقول لك الفوز ده هيفرق كتير جدا مع الريال. ويعني خلينا نشوف اللي هو برشلونه خد الدوري، اتلتيكو اشبيليه ومدريد والافيس وكده هم بقى عاملين الشباب دي بقى. طبعا هو انا بشوف ان برشلونه خلاص المعز والمذل، الناس بتكسب 3 تشامبيونز ليج ورا بعض دلوقتي بينافسوا على التوب فور، وهيجي لهم قريب. هيجي لهم قريب ريسبكت، هيجي لهم. طب بقول لك ايه، شوف ايام حلوه. تخيل سولاري اخد تشامبيونز ليج السنه دي. مين ده ده فكهاني يا عم. مين ده مويس يفهم عنه يا عم. صباح الفل. انت شايف ان مورينيو لو جه مسك الريال في الظروف دي كده؟ يا ريت، احب اتفرج واشوف. احب اتفرج واشوف. لا ومعاه كل اللعيبه الشباب دي، الراجل ايوه هيقول لهم يقعدوا دكه. هنشوف بقى مفيش، ما الفرقه دي كلها عيال صغيره، فمفيش حد كبير يلعب غير الناس الاسامي المعروفه اللي كده يلعب بيها. طيب اخر حاجه بقى في الريال، بنزيما بعد ما اتصاب، هل دياز هو بعد كده بقى هياخد بقى فرصه الماتشات اللي جايه؟ دياز يلعب مهاجم؟ هو فينيسيوس هما الاثنين بقى اصل خلاص مفيش غيرهم، ولا هكمل بكريستو ده ولا ايه؟ ابو كريستو بتاع سمك قلنا. طب يا جماعه جمهور الريال يقول لنا يعني شايفين بعد اصابه بنزيما وكل الاصابات الموجوده دي مين ممكن، هل يكمل 3-5-2 ولا يبدا يعني، ولا خلاص مارسيلو رجع طب وحوار برده رجليون ده غريب جدا. ايه رايك يا رضا بما انك راجل مدريدي؟ رضا يا جماعه راجل مصور بتاعنا، ايه رايك في انت راجل مدريدي عايز ايه؟ مدريدي اللي قطع وريدي انت من ساعه ما كريستيانو مشي وانت بتتفرج على يوفنتوس. انت منهم. ماتش موناكو ومارسيليا ده كان بص بقى، انا كنت مستني اشوف ايه، لانه هنري راح جاب نالدو وجاب فابريجاز وعايزين يجيبوا باتشواي اعاره ولسه ما بس هو بيجرب لان هو لسه عنده سوبازيتش مصاب وفالكاو مصاب وسيديبي مصاب ويوفيتيتش مصاب، فاللعيبه اللي هي المفروض برده مصابه لسه، فهو يلعب 3-5-2 بنالدو جنب جليك جنب عيل صغير. نالدو ده نقاله يعني، ده عشان يلف اصلا هو بطيء جدا، فعشان يلف بقى اي حد بيسرقه ده، هو بيعدي من نالدو صباح ليكو هنعدي من هنا اتفضل هشرب شاي. طب هو جولوفين ليه مختفي؟ معرفش هو يعني لما رجع من الاصابه، هو اتصاب اول الموسم ورجع تاني مفيش، ما يعني هو مع روسيا كان مكسر الدنيا، وانا قلت انه هيروح. ده ضيع انفراده في الماتش يعني بتاع مارسيليا ده. الكره جات له بطن رجله دب في العارضه، الواد ما تفهم، الواد فقد لمسته بقى ولا ايه. طب انت شايف ان هنري ممكن يفوق الفريق ده؟ يعني موناكو لو اشتروا لعيب بقى، وهل هو ممكن يفوق الفريق؟ انت من كام حلقه كنا بنقول ان هو ماتشين 3 وهيمشي، وكان في ناس بتقول لك ان هو اللي كان مكسب بلجيكا في كاس العالم، وان مارتينيز كان هو خيال مآتة ايه هم لوكاكو الفينش بتاعه ده ايه؟ لوكاكو ده اللي بص لا بس لوكاكو في كاس العالم الفينش بتاعه كان حلو. فين يا ابني؟ ده حط جوان في تونس واول ماتش وبعد كده نام بقيت. لا ما هو بعد كده كانوا بيرموه على الطرف يجري، وانا انا يرموه على الطرف يجري ولا ما حدنا شايفين الوسخ حد يسربه والنبي حد يجي ياخده. بص هم مع فابريجاس طبعا مديهم خليهم ماسكين كوره. استنى ايه فابريجاس الراجل عارف هو راح دانييلا عارف هو راح فرنسا ليه؟ ايوه عشان مراته. ايوه وما دام الراجل مرتاح في بيته يبقى هيأدي في الملعب. تحيه كبيره لاهل لبنان. كبيره. هو مخليهم ماسكين كوره اكتر، بيوصلهم بسرعات حلوه للتلت الاخراني حلو قوي. بس الفرقه مفيش شكل، مفيش طريقه لعب تقول انه طيب اوكي ده لما يرجع يوفيتيتش وفالكاو هيحط جوان وهيكسبوا. لا مفيش الكلام ده. فدفاعين وحشين قوي، هجوميا وحشين قوي. بس انت هتستنى عليهم لما اللعيبه يا عم لا الفرقه وحشه قوي، بس هو تحس ان الاداره متعاطفه معاه، اللي هو انت هنري وبتاعه فصبر عليه وهتدعمه للاخر. فانا الراجل بقى يصعب عليا ان الراجل بقى يقف اولا دقنه رباه فطلع له شعر ربط في دقنه وبقى واقف حاطط ايده طول في الجاكيته طول الماتش كده. انا اللي جابني هنا والله العظيم انا اللي جابني هنا. هو انا مش عارف ليه مش باين له بصمات ان هو عنده حاجه بيطبقها. بس معلش انا شايف انه اخد ريسك غبي جدا. طبعا انك تروح تدرب فريق ما فيهوش لعيبه ومركز وحش جدا. انت هنا مين انت عشان تدرب ما تدرب نادي في الدرجه الثانيه وتطلع بيه يا عم؟ لا شغل. او حتى انت باتريك فيرا راح بيدرب نيس، ممكن تستنى مع بلجيكا شويه، وحتى ممكن تروح فريق يعني في نص الجدول في دوري تبدا معاه، انما انت تروح ما بقاش عليه ضغوط. انت رايح لموناكو فريق واقع وعايز تقومه ومفيش لعيبه، يعني بصراحه ريسك غبي جدا بصراحه منه. يعني بص هو الراجل ده يعني هو الماتش الجاي قدام باتريك فيرا بيدرب نيس. باتريك فيرا ده كان بيدرب نيويورك واشتغل معاهم وعمل شو، وبعدين راح دلوقتي بيدرب نيس. فبقى ده ماتش ولاد الجانرز دول بتوع الانفنسبلز. فانا بصراحه عايز اتفرج على الماتش ده، لانه نيس
بيقول لك باتريك فيرا اتخانق مع بالوتيلي. بالوتيلي. اتخانق مع بالوتيلي يا جماعه، كسر له اللوحه بتاعت اللي هي اسمها ايه؟ البورد. بتاعت الخطه الحاجات دي. بالوتيلي كسرها له، فباتريك قال له هاتها من على الارض، قال له لا وبتاع، وضربوا بعض واتخدوا له شرف يا بيه والله العظيم. هات الفايل قدام البوكس وبتاع، وطردوه بره النادي واتفسخ عقده ومشي ببلاش. ده يا جماعه حلقه دورات الكوكب. استنى انا يا جماعه كاس اسيا مش متابع قوي يعني، لحد ما لقيت قدامي حاجه معديه كده، فرحت شفت جوان هيكتور كوبر بيدرب اوزبكستان، كسبوا تركمانستان كسبوهم 4-0 وجوان وملعوبه، اللي هو كان فين الكلام ده؟ مع انهم اصلا في التصفيات كله بيكسبوا 1 ويتعادلوا حاجات كده. وقطر كسبت كوريا الشماليه 6، وعندهم لعيب قطري، هو قطر الوحيد تقريبا اللي كسب، حط مش عارف 4 اجوان ولا حاجه كده. بطوله حلوه، فاحنا ممكن ايه نعمل لها حلقات لما يعني من نص النهائي بقى حاجه جوه خالص بقى. طب يا جماعه دي كانت حلقه دوريات الكوكب. ما تنسوش لايك وشير. السيسي في باريس راجع الاسبوع الجاي يا جماعه، على الهاشتاج بقى الواد مرضى بيعمل ايه عشان وشعره ورباط الجزمه اللي حطه بيقول لك عايز يرجع برشلونه. ده ازاي ده؟ وبعت لبرشلونه 6 مرات وابوه طلع نفى الخبر، يقول لك لا لو رجع هتبقى عيب قوي في حق برشلونه الصراحه، يعني لو رجع تبقى عيب قوي. هو هنا القفا يبقى لمين؟ مين اللي خد قفا، باريس ولا برشلونه ولا نيمار؟ هم كلهم اتضربوا، هم كلهم خدوا على قفاهم كلهم عارف انت واقفين في دايره كل واحد. لا هو كده بصراحه كده نيمار يبقى هو ضرب الاثنين على قفاهم، يعني ضرب صح، ويلبس يعني هو الوحيد اللي كسبان في الليله دي كلها، يعني هو غفل ده وغفل ده، وهو الوحيد اللي عمال يلف. انا بحبه نيمار ده بصراحه. طيب دي حلقه دوريات الكوكب يا جماعه، ما تنسوش لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، ونشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.